كاين هاد الفرقه هادي بهذه المدرب هذا شارك في لاكوب دافريك والله يفتح محل الفرق كامل. تيك توك المغرب فعلتها، المغرب بطل لبطولة العرب. رسميا كاس العرب افريقيه مغربيه. مليون مبروك في ماتش مجنون، اجمل نهائي في تاريخ كل الدول العربيه. مليون مبروك للمغاربه، مليون مبروك للاسود، مليون مبروك للابطال، مليون مبروك لطارق السكتاوي، مليون مبروك لكل لاعبين المغرب، مليون مبروك لكل شعب المغرب. جابوها الاسود، جابوها الاسود، جابوها الابطال. شخصيه لا ترضى بالقليل، شخصيه لا ترضى بالانكسار، شخصيه لا ترضى بالخساره، شخصيه لا ترضى الا بالانتصار. حمد الله في فريقك، انت في نعمه عظيمه. المغرب حطت ايدها على الكره العربيه والكره الافريقيه وحلفت ما هتسيب حاجه لحد. انتهت امتع مباراه في تاريخ العرب، مباراه نهائي بطوله كاس العرب بين المنتخب المغربي والمنتخب الاردني بانتصار مثير للمنتخب المغربي على حساب منتخب النشامه. السيدات والساده، مرحبا بنا واهلا بكم في حقبه المغرب التاريخيه، صناعه التاريخ الكروي لاسود الاطلس. منتخب المغرب ابطال العرب بعد الفوز بماراثون مش بمباراه لا ضد الاردن 3-2. ليس عليك سوى بالاستمتاع بما يقدمه المغرب على سبيل كره القدم وما يقدمه المغرب على مستوى الافراح. شامبيوني شامبيوني اولي اولي اولي. ملوك العرب، ملوك الافريك، ملوك العرب، انه المنتخب الوطني المغربي. مبروك يا مغرب، مبروك. هاتوا المغربي هاتوا، ها مبروك. قلت وكانت النتيجه 1-0 وبعدين 1-1 و2-1 وقلت والله المنتخب المغربي بياخذ الكاس. مبروك يا مغرب، والله ان الدموع نزلت. مبروك حق هذا المنتخب، هذا فخر العرب. حي سكيتيوي من جديد، نعم القائد الرشيد، خير مدرب لخير منتخب أكيد. علي الراية فاليوم عيد، وبأعلى صوت تجيد، ردد الوطنية نشيد. قد فعلها المغرب من جديد، فوز هو للتاريخ تخليد. فاسعد به منتخبا في الدفاع جلاميد، وسط الملعب جندي شهيد، وفي الهجوم صناديد. أسود تغزو الملعب تبيد، قد أقسمت للمغرب المجيد كأس العرب، ولا ينددن باسم المغرب تنديد. رسميا المغرب بطل العرب والكل مجتهد النصيب فيستحق. ارضي لك للمنتخب الاردني، وكان نهائي تاريخي وللتاريخ، وبطالب ان احنا كل نهائيات نشوفها في استاد لوسيل في قطر. لا حمد الله ده ليه فيديو لوحده، وده ما ينفعش ان انا اقول اسمه كده في النص وخلاص، بس هو رجل المباراه يعني، ده في سر بينه وبين ربنا ما حدش يعرفه. مغاربه خوتنا بصحتكم، شمختوا التريكو لعبتوا قلب ورب، تستاهلوه بصحتكم التتويج بكاس العرب. المغرب ابطال لكاس العرب، الف مبروك لاسود الاطلس. منتخب المغرب بيهزم منتخب الاردن 3-2، اتاخر في النتيجه ورجع تاني. منتخب اسود الاطلس بطل بكل المقاييس. منتخب المغرب بالمنتخب الثاني يتوج بطلا لكاس العرب. ألف تريليون مبروك لاخواتنا المغاربه، بتستاهلوا اللقب وبتستاهلوا ان الواحد يشجعكم. بالله عليك شفت لي منتخب متواضع اكثر المنتخب المغربي؟ لا بصراحه منتخب المغرب متواضع قوي بصراحه. يعني شفت المنتخب السعودي وشفت القطريين ناخذ اللقب ولحنا مدري شو يا اخي تواضع خلي الله يرفعك، من تواضع لله رفعك. يعني الماتش كله في ناحيه والفوز طبعا في ناحيه، الفوز التاريخي لتاني مره المنتخب المغربي هو بطل كاس العرب. يعني ده منتخب الله اكبر، تروحوا تشاركوا في كاس الامم مستريح وتكسبوا بالبطوله، يعني الله اكبر عليكم بجد. فاز من يستحق. مبروك للجمهور المغربي، مبروك للشعب المغربي. للامانه المنتخب المغربي قدم بطوله استثنائيه، المنتخب المغربي الثالث قدم بطوله استثنائيه، استحق الفوز بهذه البطوله عن جداره واستحقاق. انت مغربي وبتحب الكوره، اذا انت اكتر واحد محظوظ في كوكب الارض. المغرب رسميا بطل كاس العرب، المغرب رسميا بطل كاس العرب بعد الفوز على منتخب الاردن في احلى مباراه واقوى مباراه في البطوله، مباراه رزاق حمد الله، مباراه الكل يا دور. ده يقعد على الدكه ازاي؟ ده ما يروحش المنتخب الاول ازاي؟ مبروك 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 مبروك. الف مبروك لكل مغربي على وجه الارض. هذه البطوله بحق واستحقاق بكل امانه يا اخوان، رغم ان المنتخب المغربي يلعب بالصف الثالث لدرجه ان جمهور المغرب ما يعرف بعض اللاعبين ولا يعرف اسمائهم ولا يعرف وين يلعب في اي نادي، الا ان المغرب حققت البطوله، بالرغم ان المنتخبات المنافسه للمغرب تلعب بكامل قوتها وتلعب بالصف الاول بالصف الاساسي، الا ان المغرب حققت البطوله. وهذا الشيء يبين لنا فارق الفني بين المنتخبات الافريقيه العربيه والمنتخبات العربيه الاسيويه. هذا المفروض العرب كلهم يشجعونه. مبروك يا مغرب، مبروك من طنجه لكويره، مبروك حق الشعب المغربي وحق محبين الشعب المغربي. مبروك لي انا، مبروك لي انا عشان انا واحد من الشعب المغربي. مبروك حق الشعب المغربي. ديما مغرب، ديما مغرب، وفخر حق كل شخص يشجع هذا المنتخب. مغرب العز بين الامم. هات المغربي، هات المغربي. ها واخيرا الطاجين المغربي يفوز حق على المنسف الاردني. هارد لك حق اخواننا الاردنيين، والف مبروك حق بلاد الثانيه المغرب. مغرب العز بين الامم. طارق السكتاوي يا جماعه بعد ما تاخر 2-1. اوكي، اولا هو بالشوط الاول سيطر على الشوط الاول بشكل كامل. هدف اسامه طنان طبعا يعني كان صادم للمنتخب الاردني، خربط الاوراق، خلاهم شوي يتوتروا، الاداء صار سيء من الجانب الاردني. بالمقابل المغرب ثقه، سيطره، قدره على الاستحواذ بوسط الملعب، حرمات كالعاده، تقدم مباراه تاريخيه كلاعب وسط وكدفاع وكل شيء. فالمغرب كان افضل بشوط المباراه الاولى، هذا امر متفق عليه. هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا لمنتخب المغرب، أسود الأطلس، صناع التاريخ،
ابطال العرب اهم 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 اهم. اضحك يا بقي. الله 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 3-2 خلصت وانتهت، خلصت الحكايه، خلصت البطوله العربيه، انتهت البطوله العربيه بفوز مين؟ بانتصار مين؟ بانتصار الاسود. المغرب رقم 1، المغرب رقم 1. ارقص يا حمد الله، ارقص يا حمد الله، احضن يا حمد الله. الله عليك يا حمد الله، الله على المغرب، الله 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 عليك يا قائد، الله عليك يا اسطوري، الله عليك يا عالمي، الله على المغاربه. جابوها الاسود رسميا رسميا. المغرب بطلا لكاس العرب. لاهل المغرب والجمهور المغرب والاخواتي في المغرب، مبروك ليهم، يستاهلوها من اول بطوله بالمنتخب الثالث يا راجل، بالمنتخب الثالث يا راجل. مش طبيعيين اقسم بالله، ما طبيعيين. هيعملوا ايه في افريقيا دول؟ اما ده المنتخب الثالث، امال المنتخب الاول هيعمل ايه؟ شخصيه اللاعب المغربي بقت شخصيه مختلفه، بقت حاجه ثانيه خالص. ايا كان مين اللي بيلعب طالما لابس تيشيرت منتخب المغرب خلاص شخصيته اتغيرت، شخصيه بطوله فقط. ولكن ما يهم شيء، المهم هو انه فزنا باللقب على المنتخب الاردني، فزنا بالمنتخب الرديء، فزنا بلقب بطل العرب وبهدف عالمي، هدف من عالم اخر، هدف اسامه طنان اللي غينسينا اخيرا وسينسينا اخيرا. الهدف الليلي لصديقي الهدف الليلي انتهى. هو اليوم هدف اسامه طنان من مسافه ابعد وبطريقه تقارب نوعا ما الطريقه اللي سجل بها الليلي الثاني. هذا المنتخب هنا اللي كشفوا يجيب هذا اللقب. اسود الاطلس ابطال لكاس العرب للمره الثانيه في تاريخهم. قاعد بتتفرج على المباراه ومبسوط لانك بتتفرج على منتخبين عندهم كوره، بغض النظر بقى عن الاسامي اللي موجوده هنا او الاسامي اللي موجوده هنا. منتخب الاردن غايب عنه اهم نجمين، موسى التعمري وياسر النعيمات، ومنتخب المغرب يعتبر بيلعب بالمنتخب الثالث. لكن الفرقتين قدموا مباراه تليق بانها تكون مباراه نهائي بطوله كاس العرب، لدرجه ان عصام الشوالي قارن بين احداث المباراه دي واثاره المباراه دي باحداث مباراه نهائي كاس العالم 2022 بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي. ان شاء الله تطور مرعب وصناعه للتاريخ بالمعنى الحرفي للكلمه. التاريخ اللي احنا صنعناه في 2006 و8 و10 اللي صنعناه من قبل وقبل وقبل. المغرب دلوقتي بصدد صناعه التاريخ من اول وجديد. كتاب التاريخ يليق باسود الارض. راحت وجت والسيناريو سيتذكره العالم لسنوات وسنوات. نزل عبد الرزاق حمد الله بالخبر اليقين للمغرب وبكت الاردن في ليله صعبه جدا. نهائي اعتدنا على سيناريوهاته المجنونه في استاد لوسيل، وكأن مباراه نهائي الارجنتين وفرنسا بتتعاد بنفس تفاصيلها بنفس تصدياتها. هو في كده. هم مبروك لاسود الاطلس اللي فاضل لهم تتويج بس بكاس الامم الافريقيه ويبقوا قفلوا اللعبه خلاص. الماتش بدا ولسه بنقول يا هادي، قامت المغرب من نص الملعب زيو زيو جول وخلاص. الكاس في المغرب ودق الشماسي في الرباط، دق الشماسي والمدرجات كلها سير سير سير. بدا الشوط الثاني الاردن زيو تعادل زيو الثاني وخلاص. الكاس في الاردن ودق الشماسي في عمان، دق الشماسي والمدرجات كلها سير سير سير. شويه وحمد الله جون تعادل. رحنا اشواط اضافيه لسه بنقول يا هادي، قامت الاردن زيو جول. الكاس في الاردن دق الشماسي في عمان، دق الشماسي المدرجات كلها سير سير سير. المره الثانيه في تاريخه رسميا المغرب يكتسح الاردن ويكتسح كل العرب. المغرب دمر العرب، المغرب عدى من كل العرب، المغرب بطل العرب. الله 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 على الاسود، الله الله على الابطال، الله جابوها. لا تبكي يا حبيبي، لا تبكي يا حبيبي، لا تبكي يا حبيبي، معلش. هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. ها هم الاردنيين خسروا من المغرب كما خسر السعوديه، كما خسرت سوريا، كما خسر جميع المنتخبات اللي واجهت المغرب. المغرب واحد بس، المغرب البطل، المغرب المعروف بقوته وبهبته وبشخصيته وبقوته. دلوقتي حالا انه يتصل على رزاق حمد الله يقول له تعالى شنطتك وتعالى ويمشي اي حد من المنتخب ده. ما يقعدش يا ابني، ده ما ينفعش يبقى بره افريقيا. رزاق حمد الله بره افريقيا ازاي؟ ده سؤال محتاج حد يجاوبني. مباراة جبارة، المغرب بتفوز وبتاخد وبترفع الكاس لعرب افريقيا في النهاية، وهم بيلعبوا بالمنتخبات الثالثة، وهم بيلعبوا بالصف الثالث مش بالصف الاساسي. منتخب مغربي لا يقهر، منتخب مغربي قوي جدا جدا جدا. كانت ماتش ساهل يمكننا نربحوا لان المنتخب الاردني من البدايه داخل خايف منا، ولكن احنا اللي ضيعنا. عطينا فرصه للاخوان في المنتخب الاردني باش ضيعنا المقابله وبقينا ند للند حنا وياهم ونهنئهم بالمثال المنتخب الكبير الى نهايه المقابله. هنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا لنا وحتى المنتخب الاردني بالمناسبه، لان عندهم منتخب كبير، منتخب لعب نهائي كاس اسيا مع المغرب المغربي. لا جرينتا شخصيه البطل حمد الله، حمد الله بالمنتخب الثالث، بالمنتخب الثالث فزنا بكاس العرب، بالمنتخب الثالث مو المنتخب الاول مو الثاني، الثالث. نزيدو شنو اخر؟ بطل كاس العالم ايفان، بطل كاس افريقيا المحليين، بطل كاس العرب، برونزيه في الالعاب الاولمبيه. منتخب المغرب يفوز على الاردن، المنتخب القوي الشقيق، وبيدي رسائل للكل بعد هدف اسامه، هدف عالمي، هدف يدخل التاريخ من اوسع الابواب. المباراه اللي بدات بهدف مجنون وهدف عالمي من نجم المنتخب المغربي في بطوله كاس العرب، لاعب وسط الملعب اسامه الطنان، كان يرجع علي علوان نجم المنتخب الاردني وهداف بطوله كاس العرب ب6 اهداف، يرد عليه ويسجل هدفين ويتقدم المنتخب الاردني عشان المنتخب المغربي بالشخصيه وبالروح وبالكاريزما بيتعادل في الدقيقه 87 ويدخلوا بعديها الاكسترا تايم، والمنتخب الاردني بيسجل هدف في بدايه الاكسترا تايم ولكنه بيتلغي بسبب لمسه يد، عشان يرجع بعديها رزاق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمنتخب المغربي اللي كان كفيل بانهاء المباراه واعلان المغرب بطلا للعرب. الحكم لغى الجول، شويه المغرب زيو الجول الثالث. الكاس في المغرب دقوا الشماسي في الرباط، دقوا الشماسي، المدرجات كلها سير سير سير. ماتش المجنون ده، الماتش المجنون ده. المهم مليون مبروك للمغرب، المغرب بطل العرب، يستحقوا عن جداره واستحقاق. مبروك لطارق السكتيوي، الراجل الطيب، الراجل المسكين، الراجل العسل، مسكين يعني انه اخلاقه حلوه يعني ما شاء الله عليه هادي يعني. اتمحل فريق كامل يستاهل واحد الكره اليوم. انا ما يمكنش نقول منتخب الله يتجمع
ما عنديش مده طويله سكيتيوي زعما الصراحه وحنا ما بغيناش نشوفوا على وليد الركراكي. الله يسهل على المنتخب الاول ديالنا نتمناو تشوف على وليد الركراكي، ولكن راه سكيتيوي راه مدرب في المستوى باش تفرق منتخب واحد المده قصيره وتعطينا الجوله ديال الجوله. المغرب اليوم ماشي يفاز الطريقه باش ربحنا، كيفاش رجعنا في المقابله، كيفاش الدراري كيلعبوا، كيفاش كيخرجوا الكره، كيفاش التغييرات اللي كيداروا. زعما ها شابو ديالكم. قلت لكم يا مغاربه يا اخواتي، قلت لكم يا اخواني، قلت لكم ايه؟ مش قلت لكم المغرب هيكسب، مش قلت لكم المغرب هياخدها، مش قلت لكم المغرب هيتوج بالبطوله، مش قلت لكم المغرب هيقدر يكتسح الجميع. اي حد يواجه المغرب بعد المباراه كانوا زي كده، اي حد يواجه المغرب بعد المباراه كانوا بالشكل ده، اي حد يواجه المغرب بعد المباراه لازم المغاربه هم اللي يفرحوا. افرح يا بن شرقي، افرح يا حمد الله، افرح يا بن تايك، افرح يا مغرب، افرحوا يا اسود، افرحوا يا ابطال. انتوا العرسان، انتوا الابطال اليوم.